واش بخبارك الا حسيتي بهاد الاعراض هاد الليله ديال نصف شعبان راه عندك سحر؟ وهاد الفيديو الا شفتيه نهار جوج في شهر جوج راه ماشي صدفه وانما كيجددوه لي. الا كنتي كتحس براسك ديما مخنوق ومكتئب وما فرحتيش هاد الشهر وما عندك الخاطر الوالو وديما معصب ومعكاز على صلاتك والعباده ديالك، هاد الشيء كامل سببه السحر. وعلاش السحره كيختاروا نصف شعبان وبالضبط هاد الليله 14 في شعبان وغيصبح غدا 15 في الشهر؟ حيت هاد الليله الله كيغفر لكاع المسلمين الا المشرك واللي في قلبه الحقد والعداوه، وكيحاولوا ينوضوا لك الصداع في دارك وكيخاصموك مع راجلك ووليداتك باش ربي ما يغفرش ليك. وثالثا وهي الاخطر، في رمضان كلنا كنعرفوا باللي الشياطين تصفد، يعني الخدام ديال السحر كيكونوا مكبلين بالسلاسل وما كيقدروا يديروا والو، وهكا داك الساحر ولا الناس اللي ساحرين ليك خايفين كتشافى في رمضان من السحر وتولي بخير. هادشي علاش كيجدوه لك في نصف شعبان ولا 10 ايام من الاخر كامله. وباش تحمي راسك وتشافى من هاد الاصحاب داوم على ايات الكرسي والمعوذات 3 ديال المرات في الصباح وبالليل، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. واذا كانت نيتك صافيه ان شاء الله غادي تولي بخير. واش حتى نتوما حسيتوا بهاد الاعراض هاد الشهر ولا غير انا؟